إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنقدم واحد المجموعة ديال الكلمات الصادرة عن بعض الإعلاميين العرب وبعض القنوات العربية في حق المنتخب المغربي والاستقبال التاريخي للاعبين المغاربة. منتخب المرضيين لقب جديد يضاف إلى ألقاب منتخب أسود الأطلس الذين جسدوا في الملاعب صورة الأسرة المتلاحمة. عندما حرر صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس كان ربع جيشه العظيم من المقاتلين المغاربة، إلا أن السلطان صلاح الدين سمح للجميع بالعودة إلا المغاربة. لا أعتقد أن هناك تقديم أصدق وأروع من هذا التقديم الذي قام به هذا الإعلامي اللبناني للمنتخب المغربي. التاريخ وخرجوا خروجا مشرفا أمام المنتخب الفرنسي. أبو عبد العزيز، بشكل سريع نتحدث عن المغرب، نوصف المغرب بشكل سريع. بس ودي أثني على المغرب، أنا أقول أنهم وصلوا إلى يعني يستحقون هذه الهالة الإعلامية وهذه المتابعة وهذه المساندة وهذا الدعم من الجميع، من جميع العرب ومن جميع عشاق كرة القدم. أيضا منتخب يصل إلى نصف النهائي يستحق، صحيح، يستحق كل ما يقال فيه، منجز كبير جدا. هي المشكلة في أصحاب النظرة الضيقة والأفق الضيق من إعلام المتردية والنطيحة اللي كانوا يستهدفون للأسف مع الأسف منتخب المغرب. يعني هم بطولتهم الوحيدة وشو؟ ما يفرحون بمنجز، لأنه ما عندهم منجزات، ما يفرحون بمنجزاتهم. هم المنجز حقهم بس أنه إذا خسر الفريق، يعني أنت قاعد تسخر من منتخب وكذا ومغيب ذهنيا ويتداولون عبارات محددة. يا أخي ترى يلعب على نصف نهائي كأس العالم، افهموا. أنا والله أنا تعبت. يعني وش السخرية دي اللي تسخر من لاعب يلعب في نصف نهائي كأس العالم؟ أنا والله أنا بالنسبة لي والله تعبت، وأقولها صادقا، تعبت مع الحمقى وإعلام المتردي والنطيحة. والله العظيم التسمية ديال الإعلام المتردي والناطحة والله لا عجبني، وأعتقد أنكم عرفتوا الإعلام المعني في بهذا الاسم، فهو الإعلام السيء الذكر. طبعا نخليكم مع ما قاله الإعلام التونسي عن المنتخب المغربي البوزيتيف فايبس جاتنا البارح من المغرب في صورة رائعة في احتفال الشعب المغربي والمغاربة الكل وملك المغرب بالفريق المغربي الذي عاد إلى أرضه وإلى دياره. احتفالات غير مسبوقة بعد وصول المغرب للدور نصف نهائي لكأس العالم، وصولها للمغرب كذلك البارح كان محضر تحضيرات بروتوكولية كبيرة. زياد ونجيب تونجيكم بعد. عبد الستار، فما نقطة أنت تعرفها وهي نقطة البروتوكول اللي هو مهم، جلبة الانتباه، نظافة الشوارع بربي اللي تفرجوا فينا من العالم أجمع على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، ولا مش بونتا متاع سيجارو. تفرج نظافة في الطريق للقصر الملكي وفي الدورة في السنتر فيل متاع المغرب. على العموم كانت منظمة، فما شوية شماريخ لكن عادي ما نحكيو على كرة. عبد الستار، هذه يلزمها ناس متاع بروتوكول كاسحين. ايه هو البروتوكول في المغرب عنده قيمة كبيرة من أصل الدنيا. داير يقولوا معناها البروتوكول لو بلو لور، معناها أكثر بروتوكول عنده قوي هو البروتوكول المغربي من عهد الله يرحمه جلالة الحسن الثاني، والبروتوكول وافي معناها تعرف عندهم وزارة كاملة خاصة بالأمر هذا، معناها مش مدير بروتوكول، عندهم وزارة التشريفات والأوسمة والقصور الملكية، وزارة كاملة. وعادة الوزير يكون من أمراء، أمير من الأمراء. معناها آخر وزير كبير للوزارة هي هو مولاي إدريس العلوي اللي هو كان معناها أمير. كان جاء الفريق المغربي يعني ماهوش متصالح مع
كل الجاليه المغربيه، لانه احنا ركزنا برشا برجع نحكيو عليه شويه بتفصيل، نعاودوا نشوفوا الصور الجميله. صحيح وانه المغرب كونت مراكز، عملت مراكز تكوين وكل، لكن كذلك جزء كبير من الفريق المغربي يا اما مولود في اسبانيا ولا مولود في بلجيكا ولا مولود في هولندا ولا فرنسا، هذيك بطبيعه الحال. وقت الانتصار هذا الكل تنسى بالطبيعه، لانهم هما دافعوا على العلم بتاع المغرب، ومعناتها وبار معناتها التطور الفني وهما لعبوا بالجرينتا معناتها والشعب المغربي حس بيه الشيء هذا، معناتها لعبوا على ضربوا بالجرينتا. انا اللي لاحظته مراد اللي المغرب تعرف تسوق الروح بالضبط. كانت يتذكروا المستمعين الكل فاكر الوليد اللي تحت في الحفره ذيك، والناس كل العالم الكل تقريبا يستنى متى الطفل وها وصلت له الانقاذ ما وصلتلوش وكذا. مرة أخرى معناتها المغرب في كأس العالم تعرف تسوق الروح وتعرف تبيع. المغرب معناتها اليوم يلزم العالم العربي والدول الكل تتعلم من المغرب التسويق، لأن هي العملية كيفاش تبيع الشيء بتاعك الباهي. الصورة اليوم نحن نحكيه في تونس في البلاتو بتاعنا على نظافة شوارع المغرب، لولا الحدث والقرار الملك بتاع الاستقبال والبروتوكول العمل وكذا راهو هذا ما حكيناش. معناتها لهنا ترويج، لانه المغرب ماشيه في السياحه معناتها بلد سياحي بامتياز. بلد سياحي بامتياز. اليوم المغرب مره اخرى تعرف تسوق الروح، يلزم نتعلموا الاكاديميه مراد في الاكاديميه تنجم نحكيو عليها بعد. خلينا نقعدوا في البعد